واحنا الاول كنا بنقول انت لو عايز تشوف ترتيب الاهلي في الدوري محتاج موبايل الشاشه بتاعته كبيره دلوقتي، عشان حرفيا تشوف ترتيب الاهلي في الدوري عاوز لابتوب او شاشه كبيره هنا عشان تنزل وتلاقي ترتيب الاهلي في جدول الدوري. حلقه جديده من حلقات هنتكلم في الكوره مع عبد الرحمن. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاهلي بيتعادل مع انبي في ماتش غريب. يعني انا بالنسبه لي الماتش ده احداثه كده غريبه، يعني اللي حصل فيه والقرارات اللي اتخذت وردود افعال اللعيبه انا بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. طيب تعالوا كده الاول نشوف تشكيله الاهلي كانت ايه ونشوف اللعيبه دي، وانا هقول لكم من وجهه نظري انا هو الاهلي ايه مشكلته. تمام. وفي الاول وفي الاخر زي ما كنت انا صح لما انت في اول الموسم او في بري سيزون الناس لما قلت ان بروكسي لما انا اتغلبت منها وانت اتعادلت مع بتروجيت وده مش مؤشر، وان البري سيزون انت بتجرب ولعيبتك عندها مشاكل وعندك مشاكل في اوضه اللبس، الناس طلعت واجمتنا والكلام ده كله، بس طلعنا احنا في الاول وفي الاخر احنا الصح يعني. طيب الاهلي ابتدى بمحمد الشناوي ومحمد هاني مصطفى العش واحمد رمضان بيكم. يا جماعه انا ليا طلب بعد اذن الناس، الجيل اللي طالع بعد اذنك يا جدعان، الاب والام وخصوصا الاب ما تسموش عيالكم باسامي لعيبه كوره، سموها اي حاجه. سمي ابنك احمد ويجز، محمود بابلو، سمي اي حاجه الا اسامي لعيبه الكوره، عشان حضرتك انت اسمك حاجه والنيك نيم بتاعك حاجه، وفي الملعب يا اسطى انت حاجه ثانيه خالص مالكش علاقه بالكوره اصلا. ماشي، انا اهو بقول لكم اهو يا جدعان. ماشي، احمد بيكهام كان باك شمال تقريبا لو انا فاكر اللي هو احمد نبيل كوك كوك برضه اهو برضه تاني. تمام. اليو دانج، محمد رمضان، احمد السيد زيزو، كان تريزيجيه ومحمد شريف بيلعب مهاجم. زيزو اتصاب ونزل مكانه طاهر محمد طاهر. طيب انا الشوط الاول شفت كوره غريبه ومحتاج حد يعرفها لي. الطرد بتاع محمد الشناوي ده الكوره بتاع طرد ولا مش طرد؟ بس انا بسال سؤال، دي حاجه بالنسبه لي ده حدث. طيب بما ان انت حكم واعترضت يعني واعترفت بخطأك فتديته انذار، فمعنى كده ان هو غلط. يعني انت فاكرها هاند بول، فلما رجعت للفار ولا انت يعني اديته الانذار ليه؟ ما انت تلغي الانذار خالص او ما فيش بقى قرار بقى، انت ما ترجعش في الطرد بقى. تمام. طيب الاهلي الاهلي تريزيجيه لما جاب الجول بيعمل للاعيبه كده، يعني او بيعمل عفوا لما جاب الجول بيعمل للجمهور كده. تمام. طب يا جدعان هو انا عندي سؤال، هو لعيبه الاهلي كيفها لو مؤاخذه في الكلمه تهزق الجمهور؟ يعني بقى كيف عند لعيبه الاهلي ان هي تهزق الجمهور اللي في المدرج؟ يعني انا لما اجي امام عاشور يعمل كده وتريزيجيه يعمل كده، وامام عاشور قبلها وهو في الزمالك شتمك وانت رحت اشتريته فتريزيجيه امبارح الراجل جاب جول عمل كده، دول هس لمين؟ الناس دي ازاي اصلا مستحملاك؟ ولما اتكلمنا عنه ان هو في المنتخب وحش وبيروح المنتخب ليه، الناس طلعت اتكلمت والناس طلعت هجمتنا وطلع كلامنا احنا اللي صح، بس انتوا بتحبوا تطبلوا للعيبه اللي عندكم حتى لو هم غلط، فانتوا بتطبلوا لهم، فده غلط. فلما جاب الجون راح عمل لكم كده. موضوع بسيط خالص. فتريزيجيه لما جاب الجون راح عامل لهم كده. اسكتوا خالص، مش عايز اسمع صوتكم، اسكتوا. تريزيجيه بيقول لكم اسكت، ما تعترضش ما تتكلمش. تريزيجيه بيقول لكم كده اسكت خالص اتفرج وانت ساكت، انا باخد ما اعرفش 2 مليون اخضر، اسكت ما تتكلمش خالص. لعيبه الاهلي وصلت لمرحله صعبه جدا جدا جدا. لعيبه الاهلي وصلت لمرحله ان هم مش قابلين النقد من الجمهور. انا واحد من الجمهور، جمهور الزمالك طبعا، انا واحد لازم ان انا انتقد اللعيب بتاعي، بس في فرق ما بين اللعيب بينتقد وبيسمع انتقاده وما بيتكلمش وبيشتغل في الملعب، واللعيب لما بينتقد وبيسمع انتقاده بيطلع يقول لي هوش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي عمر جابر اكتر لعيب الفتره، هو ودونجا اكتر لعيب الفتره الاخيره جمهور الزمالك اتاك عليهم. عمر جابر لما جاب الجون قال للجمهور انت رقم واحد، بس ما راحش شتم، ما راحش عمل كده عمر جابر للجمهور، بالعكس ده قال للجمهور انتوا رقم واحد. عمر جابر اللي انا اكتر واحد منتقده. تمام. عمر جابر لما جاب جون تاني في المصري في ماتش جماهيري، المفروض ان انت يا باشا انت مضغوط من اول الموسم، انا يا باشا هجيب جون بقى واعمل هشت وبشت والحاجات العبيطه اللي بتحصل من اللعيبه دي. لا، الراجل راح للجمهور وانتوا رقم واحد. ده الفرق ما بين كابتن وما بين كابتن.
فرق بين عمر جابر وتريزيجيه، هو ده الفرق. الموضوع بسيط خالص، عشان بس الناس ما تبقاش فاكره ان احنا ما بننتقدش او ان احنا ما بنجيش على اللعيب. لا يا باشا، انا باجي على اللعيب بتاعي، عشان تبقى عارف بس. تمام. طيب، انبي جاب التعادل من ضربه جزاء، وكان اكتر خطوره في الشوط الثاني. اهو انبي كان اكتر خطوره في الشوط الثاني، كان ممكن يخسر، كان ممكن عفوا يكسب الاهلي في الشوط الثاني. موضوع بسيط. تمام. طيب، على الماتش ما فيهوش فنيات، يعني الاهلي وحش، وهقول لك الاهلي وحش ليه، واسمع مني النصيحه دي لمره واحده وافهم. افهم، شغل دماغك. يعني الناس الاهلاويه اللي هتتفرج على الفيديو ده، شغلوا دماغكم. تمام، يعني شغل دي شويه. اوكي، احنا قلنا يعني ماشي. طيب، مشكله الاهلي يا معلم انت وهو، ان هو الاهلي كل اللعيبه اللي في الملعب شايفه نفسها معلمين، مفيش حد بيخدم على اللعيبه دي. طب بيخدم على اللعيبه دي بمعنى ايه؟ بمعنى ان مفيش حد في التلت القدام، خلاص الناس اللي التلت القداماني تمام، ان التلت اللي ورا مفيش اللعيب الفايت اللي يقدر ان هو يخدم عليك ويديك الباس وبتاع. لا، انت بتنزل، فانت لما بتنزل تستلم الكرة، مثلا واحد زي تريزيجيه لما بينزل يستلم الكرة هو خدم نفسه بنفسه، فبيقوم رايح لحد الجول، ما بيعرفش ياخد قرار، وهكذا. فانت عندك مشكلة في الحتة دي، بجانب انت كاهلي اللي عملت المشكله، الا وهي مشكله اللعيبه ومشكله الفلوس. يعني انت مدي فلوس كتير قوي للعيبه، فاللعيبه ما عندهاش دافع ان هي اصلا يا اسطى تلعب. اللعيبه مش عاوزه تلعب. العب ليه والمين؟ ما انا معايا فلوس كتير، ما عنديش الموتيفيشن او ما عنديش الحافز ان انا العب عشان. خلاص، نقطه من اول السطر. انا ما عنديش الموتيفيشن اللي انا العب علشانه، ما فيش الحافز. انا باخد كل فلوس في السنه، انا باخد 60 او من افريج من 60 ل 100 مليون. فايه الحافز اللي عندي اللي انا هلعب عشانه؟ يعني بطولات، انا كده كده هاخد بطوله عادي، ايه المشكله؟ بخش كل بطوله بنافس عليها، جت ما جاتش كده كده الجمهور مش هيتكلم، لان انا كده كده اصلا عندي بطولات كتير. فما فيش حافز يا اسطى. فدي وجهه نظري، ليس الا. ممكن اكون صح وممكن اكون غلط، عشان نكون متفقين يعني. الاهلي عنده تقريبا الماتش الجاي حرس، الزمالك عنده الماتش الجاي الاسماعيلي في هيئه قناه السويس. اتمنى ماتش الديربي، يعني ماتش الديربي لما الزمالك يدخل ماتش الديربي يبقى فرق كبير عن الاهلي. واتمنى طبعا الاهلي الماتشين اللي جايين يقع، هو عنده تقريبا سيراميكا في الحرس او العكس تقريبا لو انا فاكر صح. يعني اتمنى انه يقع ماتش كمان او ماتشين كمان، يعني يريح له شويه. تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. انا طالع بس كنت طالع اتكلم معاكم بصراحه، لان انا يعني مبسوط باللي بيحصل في الاهلي الفتره الحاليه. نقطه او رساله مهمه جدا لجمهور الزمالك ولاعيبه الزمالك: الزمالك ما خدش الدوري. دي بس حاجه محتاج ان انا اقولها، الزمالك ما خدش الدوري. انت بتدي كتف للمنافسين، بس انت ما خدتش اي حاجه، لسه ما حققتش اي حاجه. لعيبه الزمالك ما تحلمش، لعيبه الزمالك ما تحسسش نفسها ان هي خدت الدوري، لان انت لسه اصلا لسه بدري على كلمه الزمالك بطل الدوري، وارد تقع في النص. بس الاهم من ده كله ان انت كلاعب تبقى عارف بينك وبين نفسك ان انت لسه ما حققتش اي حاجه للنادي، لسه ما حققتش اي حاجه لنفسك. 5 ماتشات اب داون اب، مفيش مشكله بالنسبه لي، بس لازم تبقى عارف ان لسه الدوري طويل قوي، لسه الدوري طويل قوي. فلعيبه الزمالك، هي اداره الزمالك، هي كل ما هو له علاقه داخل نادي الزمالك مع ده الجمهور، لان الجمهور مدرك ذلك. خلي بالكم اللعيبه، الدوري عفوا، لسه الزمالك ما خدش الدوري. خلاص، دي نقطه بس محتاج ان انا اوضحها. شكرا جدا ليكم، وبعتذر جدا لكم في اي تاخير.